السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهارده بقى يا حبايب قلبي داخلة اعمل الفطار. كنت بقى في مشوار بالليل يا حبايب قلبي وجيت متأخرة، ما قدرتش اغسل مواعين السحور ولا قدرت اعمل حاجة في المطبخ خالص يا حبايبي. دوك عملنا غسلنا مواعين الفطار ورحنا نازلين. قلت بقى لو سبت وانا عايزه اعمل الفطار بقى، دخلت لقيت الحوض زي ما انتم شايفين كده، المواعين زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وعايزه اعمل فطار، هعمل ازاي بقى؟ لو سبت مواعين السحور على مواعين الفطار يبقى ما اناش هعرف ادخل ولا اعمل فطار ولا اعمل اكل خالص. قلت بقى اروق المطبخ بتاعي الاول وانضفه واغسل المواعين وامسح البوتاجاز يا حبايب قلبي واروق المطبخ كده، وبعدين ابقى ايه اعمل الفطار بتاعي. نوروني كده وشرفوني في القناه. اغسل بقى المواعين الاول كده. اهم حاجه المطبخ يا جماعه ما يبقاش فيه مواعين، ما يبقاش فيه مواعين ما نعرفش نعمل فيه اي حاجه. لازم يكون نضيف كده واحنا داخلين نغسل نطبخ ولا نعمل حاجه، ما يكونش فيه اي حاجه، لازم يكون نضيف كده حوالينا. خد مليانه.
الفلفل بتاعي كده عشان ايه اغسلهم. بس انا خلصت المواعين بتاعتي. بس ان الدنيا لقيت ازاي لما المواعين خلصت. يا حبايبي خلصت بقى هسكس بقى الخلطة ده كده يا حبايبي. نجيب بقى الحته الحبايب ونمسح البوتاجاز. معاها كده على خفيف اهو. انا اصلا بعد الفطار يا حبايب قلبي على طول امبارح. وايه بقى لما بنيجي بقى نعمل الفطور بنعمل طعميه بنعمل فول فبنفتش عليه زي بحب ايه امسحه بعد الفطار وبعد الفطار برضه يا حبايبي عشان يطلع نضيف كده وحلو ورايق. الجبل ده شكل الجبل الحلوة زي الفل يا حبايبي. بس عم بخلط كده يا حبايبي عشان برضه لما نيجي نعمل ايه اكل ولا حاجة برضه ساعات بقطع عليها وكده بنضيف. بقى في الجبل ده شايفين الجمال الحلوة زي الفل يا حبايبي. نضفتها بقى نضفت المطبخ بتاعي غسلت المواعين وروقت ونضفته. هعمل بقى الفطار وبعدين ابقى ايه امسح المطبخ بخلص يا حبايب قلبي كده. بكون خلصت الروتين بتاعي. متنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناه. يا سلام يا حبايبي.